الله أكبر. لقد أثارت الحلقة الأولى من برنامج تحريات الذي يتناول موضوع الحج والعمرة ردود فعل كثيرة، وتلقينا في موقع بكرة الكثير من الاتصالات والتوجهات. شعور بالغبن وعدم الاكتراث الذي يعاني منه الكثير من عباد الله من عرب 48 يعززه شعور بالضعف، يعززه شعور بأننا أيتام على الموعد، فلا عنوان يسمع شكوى المظالم في حال وقوعها. في أماكن أخرى من العالم هنالك من يحاسب من يقصر، كما هو الحال في السلطة الفلسطينية مثلا. ترخيص الشركات يتم من خلال الوزارة، مراقبة الشركات يتم في الوزارة، محاسبة الشركات على حسن الأداء يتم من خلال الوزارة، إلى درجة أننا يمكن أن نقوم بشطب بعض الشركات أو منحها من العمل في سنوات قادمة إذا ما قصرت في القيام بواجبها تجاه المعتمرين أو الحجاج. لدينا نحن لجان الحج والعمرة تعمل دون مراقبة منذ أكثر من 20 عاما، حتى عينوا هذا العام الشيخ هاشم عبد الرحمن القيادي في الحركة الإسلامية والرئيس السابق لبلدية أم الفحم. الآن في لجنة مراقبة رسمية وأنا رئيسها. الآن يعني من شهرين من بداية العمرة هاي وصاعدا ممكن أقيمت بمناسبة لجنة التحقيق اللي أقامتها المتابعة. هذا كان الدافع يعني أنا دعني أقول أن هذا كان متوافقا. كان متوافقا بالصدفة، والله بالصدفة، وأن هنالك معارضون فاقدون للثقة بالمسؤولين بشكل كامل، بل ويتبنون نظرية المؤامرة ويرونها في كل ما لا يعجبهم. بكل قضية رزمة العمرة والحج فيها غرر وجهالي، لأنه نوع العقد اللي موجود أنا بعده عقد فاسد. يعني صار في استهزاء في عقل الحج والمعتمر. إذا واحد لحاله مشكلة بغلط ماشي، الثاني اثنين مع بعض بيغلطوا، ثلاثة طيب مع بعض أكل غلطهم، طب ما بالك لما يبكوا المدير العام تبع الوزارة وكلياتهم دكاترة في الشريعة وكلياتهم ديوان محاسبة، 7 من جمعية الحج جمعيات الحج والعمرة و13 من وزارة الأوقاف الأردنية، طب 20 يستمروا على طلالة يا ناس، ولا يستحيل. في اقتراح من الشيخ إبراهيم صرصور ومن آخرين إنه تعال نقاطع العمرة تنو يحسنون الظروف. طيب يجيبوا لنا بساطة منيحة تنو الشوني تصير نظيفة، الشوني محل كتير بيتعذبوا فيه الناس. أنت مع هذا الاقتراح؟ أنا هذا الاقتراح وتقديري ومحبتي اقتراح، يعني خلينا نقول يمكن فيش أي إنسان عاقل بيقترحه، لأنه إحنا لا نساوي شيء بالنسبة إلنا هنا الأردنية. يعني هن بيفكروا إنه إذا إحنا بنقول بدنا هذا إنه إحنا يعني بدنا نأثر على إيش بدنا نأثر. يعني أنا بقول لك لو إحنا اليوم وأنا مسؤول عن كلامي أمام الناس وأمام الله في الأول، إذا إحنا بنقول وبنقاطع والله في 10 سنوات ما واحد بيسأل عننا إلا هو. وزارة الأوقاف الأردنية إنها يعني بديش أنا أحكي كلام لأنه أنا على موقع يعني من شان الله حلوا عننا. لكن الملفت للنظر أن المسؤولين عن لجنة الحج والعمرة يعلنون أنهم مستعدين أن يسلموا الأمر للجنة المتابعة التي عينت قبل أشهر لجنة تحقيق في عمل هذه اللجان. وأنا بقول وبتوجه إلى الإخوة اللي حملونا الأماني، اللي حملونا الأماني من الشيخ رائد إلى الشيخ إبراهيم إلى الأخ محمد زيدان، يتفضلوا يتحملوا هاي الأماني، وإحنا مستعدين اليوم باسم كل الإخوة اللي بيشتغلوا معنا إنه بخلال 24 ساعة نسلم أوراقنا، بس يتفضلوا. أما إحنا لما نحملنا أماني لا يمكن نيجي نحملها للكتاب اللي بيكتبوا بدون ضمير وبدون وجدان. إذا عمليا أنت بدك تنقل الموضوع إلى شركات سياحية اللي هي تنتقل بالتالي إلى التعليم، وفي نفس الوقت يعني سيجدوا طلع أنا مثلا ما فيش عندي مانع إنه تبقى هاي تجربة. هذا الشخص هو رجل الأعمال نواف عالم الذي كلفته المتابعة ليقف على رأس لجنة التحقيق في لجان الحج والعمرة. عالم لا يريد أن يجيب على الأسئلة بشكل مسهب،
لكنه في الوقت نفسه لم ينفعل من الكلام المنفعل الذي صدر عن الحاج سليم شلاطة. ضايقت لنساء لجنة التحقيق؟ لا بالعكس، بالتنسيق معي. بالتنسيق معي قامت لجنة التحقيق، بس إذا لجنة التحقيق بتتعدى المتفق عليه أنا بوقفها. أنا مش متهم قدام لجنة التحقيق، أنا لجنة التحقيق بتسألني عن أمور زي ما أنت سألتني عن كيف عملية الحج، كيف عملية الجمعيات، كيف عملكم، كيف. أما إذا اتهم في مال، أنا ولا رأسا بدير ظهري. مين هن لجنة التحقيق ساعتها؟ بقول لك في حديثي مع أستاذ سليم شلاطة قال جملة كمثيرة، بقول إنه بالترتيب معي أقيمت لجنة الحج والعمرة ولجنة تقصي الحقائق، وإذا بدي يتهموني في مال أنا بدير لهم ظهري. هيك. يعني أنا بعرفش طبعا شو الحيثيات اللي صارت بين لجنة المتابعة وبين لجان الحج والعمرة، بس احنا اللي فهمناه من لجنة المتابعة إنه لجان الحج والعمرة كلياتها ولجنة التنسيق هي موافقة على إقامة اللجنة. شو التعليق تبعك بس على الكلمة إنه بده يدير لنا ظهر؟ في حالة اتهام مش بصدد إنه نتهمه، احنا فيش حدا متهم هون، احنا بدنا على الحقيقة، والحقيقة إذا بدك تسأل أسئلة كيف بدك تصل للحقيقة لكان. فاحنا الله يسامحه، يعني احنا بالعكس الجلسة الأولى كانت معها جلسة مثمرة جدا، وأتأمل إنه الجلسة الثانية برضو أو يعني الاستمرارية تكون مثمرة مثل ما كانت الجلسة الأولى. في برنامج تحريات في موقع بكرة سنتابع ونتابع. لأي توجه لبرنامج تحريات التواصل معنا عبر أحد العناوين الظاهرة على الشاشة. بأمان الله.